صباح الخير من يوم جديد ومن نص الشام القديمة. اليوم رايحين هيك مشوار نشتري كم شغلة لازمتنا، وحبيت أصور لكم هاي اللقطة الحلوة كيف بيوت الشام القديمة كانت، ورح ناخدكم معنا. طعميها طيبة ولا مو طيبة؟ ضيقة. ايش؟ مم. طبعا كالعادة مثل كل سفرة مشوارنا على سوق البزولية، مثل كل جاية على سوريا بنيجي بنشتري بهاراتنا وزعتراتنا وأمورنا. طبعا وكالعادة عند البري بنجيب بهاراتنا. شوفوا المسجد جينا هلا على الغروب، بدنا نقعد بقهوة هيك بنطل على المسجد هيك نستمتع من إطلالة جميلة. حي على الفلاح. يا جماعة نسمة الشام بنصح فيه وبجدارة، عن جد كل شي طيب، الأراجيل، المشاريب، الأكل كتير كتير طيب. فإذا جيتوا على الشام تعالوا، هو على طريق المطار، نحن هي تاني جاية لإلنا وكتير مبسوطين، يعني ما في مرة جينا غير ما طلعنا من عندهم كتير مبسوطين عن جد. فنصيحة نصيحة، نسمة الشام على طريق المطار. صباح الخير، وللأسف آخر صباح بالشام. اليوم نحن مسافرين راجعين على ألمانيا، وللأمانة شوي زعلانة إنه رح أترك سوريا. عن جد أنا كتير بحب سوريا، وإن شاء الله هيك شي يوم أرجع أسكن فيها لسوريا. حابة بس قبل ما أنهي الفيديو أعطيكم رأيي بسوريا، لأنه يعني إلي فترة منيحة بالشام وحابة أعطيكم رأيي. نسبةً إنه أنا مفرعة، لأنه في كتير عالم رح يسألوا إنه سارة أنتِ مفرعة كيف كان التعامل معك؟ للأمانة ما تعرضت لأي موقف غريب، يعني ما حدا وقفني قال لي ليش مانك متحجبة، ما حدا وقفني قال لي ليش لابسة نص كم.
ما تعرضت لأي موقف غريب، بالعكس كتير حبابين. ونسبة للرجال، نحن قبل ما نيجي قالوا له لأسامة إنه جيب معك بنطلون طويل لأنه ممنوع تلبس شورت. يعني بالأماكن الدولة مثلا البنوك المحاكم الكذا إيه لازم الرجال يلبس بنطلون، بس بالأماكن العامة وبرا يعني أسامة مرة واحدة بس لبس بنطلون طويل، وهو طول الوقت كان بالشورت وما حدا حكى معه أي شيء أبدا. بعرف عيوني كتير مغمضين بس الشمس قوية. نسبة للأمان الحمد لله سوريا كتير كتير كان أمان. يعني نطلع الساعة 3 بالليل مشوار بالشام أمان. رحنا على اللاذقية، رحنا على أم الطيور، الحمد لله كتير كتير كان أمان. نسبة هلا الأشياء السلبية، ما تفكروا أبدا أبدا تنزلوا على سوريا بشهر 6 7 8، ما تفكروا يا جماعة، كتير شوب كتير كتير شوب. وللأسف الكهرباء بسوريا ما منيحة. يعني عم يقولوا انه تحسنت، للأسف لا ما تحسنت. انا الحمد لله بيت حماية عندهم مولدة وعندهم طاقة، فما كتير حسينا بالشوب. بس برا البيت كتير كتير شوب. يعني هلأ الساعة 8 الصبح وانا عم صور لكم حاسة حالي انشويت. فما تفكروا تيجوا بالصيف لانه كتير شوب وما في كهرباء. ان شاء الله يا رب بالسنين الجاي بس تتحسن الكهرباء ايه وقت تنزلوا. بس اذا طول ما الكهرباء سيئة ما تنزلوا بالصيف، الا طبعا اذا ما بيت اهلكم بيت احمائكم الاوتيل اللي رح تنزلوا فيه طاقة 24 ساعة. يعني نحن من كتر الشوب ما عم نقدر نطلع من البيت للساعة 6. يعني حرفيا طول اليوم احنا قاعدين بالبيت متخبايين من الشوب، والساعة 6 عم نطلع. لأنه كتير كتير شوب. عن جد تحية لكل عمال النظافة، لكل رجال الأمن، لكل شرطة المرور، لكل حدا عم يشتغل برا بهالشوب. تحية لكم عن جد، ترفع لكم القبعة. الله يعطيكم ألف عافية. بس هيدول هن السلبيات تاعين سوريا، انه الكهرباء للأسف لسه ما تحسنت. بس الحمد لله صار في امان وفي هدول الامور. راح اختم معكم الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عندكم اي اسئلة بتخص سوريا اكتبوا لي بالتعليقات، وانا ان شاء الله راح اجاوبكم على كل الاسئلة. شكرا كتير كتير للمشاهدة، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. سلام.